السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الحقيقة عزيزي المشاهد، اوعى تشتري أي حاجة من علي إكسبريس إلا لما تعرف أنت داخل على إيه وهتشتري إيه بالظبط، لأن بصراحة علي إكسبريس ممكن يفاجئك بأسعاره الجامدة جدا، ولكن ورا الأسعار دي بيجي كوارث، أو مش عايز أقول لفظ معين ولكن ورا الأسعار دي بيبقى في حاجات مستخبيه. وصدقني مفيش حاجه انت بتدفعها في عالم التك او في عالم التكنولوجيا كل جنيه بتدفعه ليه قيمه. ممكن يبقى في حاجات فروقات في نفس الاداء او بنفس القيمه السعريه، ولكن لو لقيت حاجه نفس الحاجه دي وفي منتج منها نفس الحاجه بس سعره قل، اعرف ان سعره قل ده في شيء ما. وده ينطبق على الهاردات الاس اس دي بالتحديد، لان في ناس كتير بتتجه ان هي تشتري اس اس دي من علي اكسبريس، وبيتجهوا ان هم بيسمعوا اراء اليوتيوبرز او اراء ناس كتير ويروح يشتري اس اس دي من علي اكسبريس وي 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 وحوارات كتير. ولكن الحقيقه اللي ما حدش هيقول لك عليها هقولها لك انا في الفيديو دوت. فبدون كلام كتير خلينا نبدا بعد الانترو. طيب عزيزي المشاهد، انا في الفيديو ده مش هبقى حيادي لحاجه، ولا هبقى نيجاتيف ولا هبقى بوزيتيف. انا هبقى معاك بتكلم معاك بالعقل، انا هتكلم معاك بشكل عقلاني جدا. اولا انا جالي احد الزبائن تمام واشتريت لي 3 هاردات اس اس دي من نفس النوع من علي اكسبريس، وده نظرا للظروف الماديه، مش هنقول الظروف الماديه، نظرا ان كان في فرق مادي كبير في هذه الهاردات تمام. وعايز اقول لك على معلومه، انا سبب ما انا ما نزلتش الفيديو ده، انا سجلت الفيديو ده مره من زمان قوي ودي تاني مره، وسبب ما انا ما سجلتش الفيديو او ما نشرتش الفيديو الاولاني لاني كنت اتامل ان انا اقدر اصلح الاس اس دي، او بالمعنى الاصح احط له فريم وير. ولكن انا هقول لك ايه اللي عجزني ان انا اصلح الهارد ده. زي ما انت شايف ده هارد من وور رام تمام بالشكل دوت كده، يعني اظن ان هو ممكن فيه، وده هارد من وور رام. زي ما انت شايف الهارد بالشكل دوت كده تمام. فزي ما انت شايف الهارد هو وور رام 1 تيرا بايت، رقم مش قليل تمام. الهارد ده كان جاي ساعتها بحوالي مش فاكر صراحه 2000 حاجه، يعني 2000 وحاجه او 1800 يعني في الرينج دوت كده تمام. ولكن الهاردات دي اسعارها افورت دلوقتي، الكلام ده من حوالي ممكن سنه او 9 شهور او مش يعني هي نسبه، هي وقت كبير، بس هي اكتر من 6 شهور. وقبل ما تفكر انك تشتري هاردات زي دوت اللي هو الوور رام او الكينجز بيك او الحاجات دي كلها اللي الناس كتير هترجح لك اللي انت تشتريها اللي هي سعر مقابل اداء، ولكن في الحقيقه عكس ده تماما. اول حاجه هتلاحظها في الهارد دوت ان هو ما فيهوش دي رام كاش، وانا كنت عامل فيديو بالتحديد بيشرح مكونات الاس اس دي. لو ما تعرفش الدي رام كاش فده معناه ان الهارد دوت او الاس اس دي دوت في الفايلات الصغيره هتلاقي الاداء بتاعه بيقل جامد جدا. فالاول خليني افتح لك واوديك بصه كده على مكونات الاس اس دي دوت من جوه، يعني خلينا افتحه كده تمام. هو بلاستيك، هو كله بلاستيك تمام، مفيش فيه حاجه معدن طبعا، لان هم بيوفروا دايما ان هم يدوك يعني فاهم، بيوفروا في الخامات عشان السعر. انا عايز افتحه من غير ما اكسر البلاستيك. اتفتح، الشبايه وقعت ثانيه واحده تمام. ودي هي الشبايه بتاعه الهارد تمام. احنا فتحنا الهارد بالشكل دوت كده تمام، والهارد كابس فكه يتفتح. اول حاجه هتلاحظها ان الاس اس دي دوت ما فيهوش دي رام كاش. زي ما انت شايف هتلاقي هنا الكنترولر او اللي هي الشريحه الصغيره، وهتلاقي الناند فلاش والناند فلاش، او بالمعنى الاصح المكان اللي انت بتخزن فيه والتاني المكان اللي انت بتخزن فيه. ولو قلبت الظهر كده هتلاقي المكان التاني اللي انت بتخزن فيه والمكان اللي انت بتخزن فيه. مفيش دي رام كاش تمام. وزي ما انت شايف الاس اس دي اصلا معمول على شبايه مينيمم كواليتي عشان يديك ارخص سعر تمام. فاول حاجه انت هتلاحظها في السعر دوت او سبب ان السعر بتاعه قليل هو ان مفيهوش دي رام كاش. والدي رام كاش دي عزيزي المشاهد بتبقى حاجه مهمه جدا في الهاردات. والحاجه الثاني اللي انت بقى ممكن ما تاخدش بالك منها هي شبايه الاس اس دي ذات نفسها او الشيبسيت، او بالمعنى الاصح كل حاجه بتتحرك في الاس اس دي دوت هي الشبايه دي اللي مسؤوله عنها، او بالمعنى الاصح اهم جزء في الاس اس دي هي الشبايه، او بالمعنى الاصح هي الحته الصغيره دي. ومش عارف هتبقى واضحه ليك ولا لا، ولكن الشبايه دي من نوع اس ام اي تمام. اس ام اي نوع كويس، مش هنقول ان هو وحش، في حاجات كتير بتتعمل منه، ولكن اللي انت بقى مش هتعرفه يعني اللي انت مش هتتوقعه ان الشبايه دي بيبقى معاد تدويرها، او بتبقى زي ما تقول كده ريوزد، انت فاهم، او ريفربش. يعني انا مش عارف اوصلها لكم ازاي، ولكن الشبايه دي معاد استخدامها. فمعنى ان معاد مستخدمها ان الشبايه دي مجهده. ممكن القطع كلها تبقى معاك شكلها كويس جدا والاس اس دي شكله ممتاز، ولكن الشبايه اللي مسؤوله عن كل حاجه بتبقى معاد استخدامها، ودي استحاله تعرفها الا لما تيجي تستخدم الاس اس دي. وده حاجه حصلت معايا بسبب الشبايه دي. فعزيزي المشاهد القطع ممكن يبقى معاد استخدامها او ريفربشت او ريوزد، وده السبب
اساسي ان سعر الاس اس دي دوت يبقى رخيص. طيب هل الاس اس دي ده وحش او حلو، او انا انصحك ان انت تشتريه او تشتري اي حاجه من علي اكسبريس؟ بصراحه هرد على السؤال ده في اخر الفيديو، تمام؟ ولكن خليني اوصل لك الاس اس دي دوت في الجهاز عندي واوريك ايه اللي حصل معايا، عشان انا ما بفتيش، انا بديك حاجه بالدلائل وبالارقام، تمام؟ فخليني اوصلك الاس اس دي دوت وارجع لك تاني. طيب يا عزيزي المشاهد، انا وصلت لك الاس اس دي، تمام؟ خلينا نفتح كده التاسك مانجر بالشكل دوت كده، وخلينا نجيب برفورمانس بالشكل دوت كده، وخلينا نجيب الاس اس دي اللي هو طبعا انا مسطب النسخه بتاعتي على M.2، تمام؟ اللي هو السي بالشكل دوت كده، وهتلاقي الاس اس دي اللي هو اليو اس بي الجي والاتش زي ما انت شايف بالشكل دوت كده. فانا ما بفتيش عليك في حاجه، تمام؟ وزي ما انت شايف وور رام 1 تيرا بايت مش عارف ايه ديسك ديفايس، مش عارف دي صراحه معناها، تمام؟ فخلينا نفتح كده، هو الجي وهو الاتش، واول علامه انت هتلاحظها المثلث الاصفر اللي على الاس اس دي. طيب انا هقول لك على حاجه غريبه، تمام؟ زي ما انت شايف الجي دوت عليه فايلات نسخ، زي ما انت شايف بروجرام فايل 86 بروجرام فايلز، يعني كان عليه نسخ. ودي اول غلطه هتكلم عليها في اخر الفيديو. الهاردات دي انت ما ينفعش تستخدمها للنسخه بتاعتك، حتى لو الهارد ده استخدمته وسطبت عليه نسخه ولسه مكمل معاك، ولكن مش دي نقطتنا، هنخلي الحاجات دي كلها في اخر الفيديو، تمام؟ انا هنا بس بوريك المشكله اللي ممكن تقابلك، تمام؟ فخلينا نفتح برنامج الهارد ديسك اسينشال. والهارد ديسك اسينشال ده انا غلطت في حرف الاس، ولكن الهارد ديسك اسينشال برنامج مشهور جدا ان هو بيعرفك الهيلث بتاع الهارد، تمام؟ فافتحه بالشكل دوت كده، وهنزل تحت خالص، تمام؟ لحد ما تلاقي الوور رام. زي ما انت شايف الهيلث بتاعه وقع ل 37%، 37% يا مان، تمام؟ طيب الاس اس دي ده اشتغل كام يوم؟ 3 ساعات، ما اشتغلش ولا يوم في حياته. الاس اس دي دوت جديد نوفي، صاحبه ما استخدمهوش، تمام؟ حرفيا الباور اون تايم 3 ساعات، 3 ساعات بالظبط. الاس اس دي لم يستهلك، يعني صاحبه جه يركبه، تمام؟ ده اللي صاحبه قاله لي، جه يركبه في لابتوب، تمام؟ من اللابتوبات القديمه، ركب الاس اس دي، ركبته له يوم الثاني الثالث الرابع، لقيته بيكلمني بيقول لي سمير انا حصل معايا كذا، والنسخه مش راضيه تقرا، او الجهاز مش راضي يخش على النسخه، وبيجيب له رساله بتاعه بليز انسيرت ا سي دي درايف، وده معناه ان مفيش نسخه. ولما جيت اركب الهارد دوت وتستيته عندي، لقيت ان هو ده حصل فيه، او المشكله دي حصلت فيه، ان الهارد الهيلث بتاعه اول حاجه لاحظتها ان وقع ل 37%، وتاني مشكله لاحظتها هو ان الهارد دوت ما اشتغلش الا 3 ساعات. يا مان الراجل ما اشتغلش ب 0.1% من فلوسه، فالهارد ما اشتغلش. لايف تايم رايتس 163 جيجا، ده يعني مثلا قول سطبت عليه نسختين ولا حاجه، يعني مش رقم 163 ده مش رقم. يعني انا لو جبت لك الام.2 بتاعي، الام.2 فين 30 طيره، تمام؟ فانت متخيل الموضوع. فالفكره كلها ما اشتغلش، حرفيا ما اشتغلش. طب ايه المشكله الثانيه؟ طب ما الهارد كويس، انا ممكن استخدمه ب 37%. في الحقيقه اللي هصدمك بيها ما ينفعش تستخدمه، لان الهارد المشكله اللي حصلت فيها عزيزي المشاهد ان الشبايه او الكنترولر اللي انا قلت لك عليها ان هي بتبقى مستخدمه حصل فيها ايرور، او قول حصل فيها مشكله. وزي ما انا قلت لك، انا شرحت في فيديو اس اس دي عن ميكانيكس الاس اس دي او الام اس دي دوت بيشتغل ازاي، وبالتحديد الشبات بتاعه الاس اس دي او اللي هي الناند فلاش دي بتشتغل ازاي. جوه الناند فلاش او الشبات اللي بتخزن عليها الداتا بتاعتك بيبقى فيه طبقه عازله وطبقه فاضيه وطبقه عازله، تمام؟ والطبقه الفاضيه اللي هي في نص الطبقتين العازلتين دي اللي بتخزن الداتا بتاعتك فيها. وطبعا في جيت او بوابه اللي بتسمح للداتا بتاعتك ان هي تخرج وتدخل، تمام؟ او بالمعنى الاصح بتسمح للداتا بتاعتك ان هي تتمسح وان هي تتخزن. فاللي حصل هنا ان البوابه دي باظت، وده بسبب الاستهلاك. والبوابه دي في الطبيعي بتبوظ تدريجيا مع استخدام الاس اس دي او M.2، كلهم بيبوظوا بسبب البوابه دي، لان البوابه دي مع الفتح والقفل، او بالمعنى الاصح مع تعديه الداتا بتاعتك في شكل الكترونات من الطبقه العازله، لان في طبقه عازله، فالداتا بتاعتك وهي بتعدي من الطبقه دي، تمام؟ وهي بتخش للطبقه دي، الطبقه دي زي ما تقول مع الاستهلاك كده بتضعف، تمام؟ ولو ضعفت الاس اس دي بيحافظ على الداتا بتاعتك من ان هو بياخد حاجه اسمها فريز مود. فبالمعنى الاصح لما تيجي تمسح داتا هيبان لك ان الداتا اتمسحت، ولكن في الحقيقه الداتا ما اتمسحتش. هوريك دلوقتي. انا معايا الاس اس دي اللي هو الجي، كل اللي هعمله ان هعمل شيفت ديليت للداتا دي. مش عارف يا جماعه، بص انا مش عايز اضيع وقت صراحه، مش عايز اضيع وقتك، فخلينا امسح ده كده. مثلا مسحت اليوزرز، تمام؟ سكيب. خلينا ناخد تيك اونر شيب، امسحه، تمام؟ وهعمل انا فايلات، هحط انا فايلات من عندي، هحط الفايلات بتاعت الديسك توب دي كده كلها كنترول سي كنترول في. المفروض ان في فايلات اهي، تمام؟ فايلات انا حطيت على الجي، تمام؟ فايلات. كل اللي اعمله دلوقتي
كل اللي هعمله ان انا هفصل الاس اس دي وهركبه تاني. تمام. فهفتح لكم كده التاسك مانجر، او لا مش هفتح لكم التاسك مانجر، انا هفتح لكم الهارد ديسك اسينشال عشان اثبت لكم الكلام بتاعي. انا ما عملتش اي حاجه غير ان انا فصلته وركبته تاني واهو. تمام. انا هقوم دلوقتي افصل الاس اس دي واركبه تاني، وهسيب لكم السكرين عشان انا مش بفتي. تمام. انا كل اللي انا عملته اللي انا فصلت الاس اس دي وركبته تاني. خلينا بقى نفتح كده الاس اس دي الجي. فين الداتا اللي انا حطيتها؟ الداتا اللي انا دلتها رجعت. فده حاجه اسمها اس اس دي فيل. الاس اس دي دوت كده زي ما تقول ميت خلاص، هو عباره عن رامه متحركه. الداتا اللي عليه هي اللي عليه، والداتا اللي انت لو جيت تحط عليه داتا مجرد فصلت عنه الكهرباء رجعتها تاني الداتا دي اتبخرت بالظبط كانه بقى رامه متحركه. ودي انا قلتها في فيديو شرح، لو انت عايز تفهم بالتفصيل انا عملت فيديو شرح للاس اس دي الميكانكس بتاعته بتشتغل ازاي، ممكن تروح تتفرج عليه. فهي دي الفكره، ان الاس اس دي دوت لم يعد اللي انت تستخدمه، يعني اخرك تستخدمه اللي انت تعمل كاش عليه او ترمي عليه فايلات تمب البرامج ادوبي مثلا ولا حاجه زي كده، مش هقول معاك لا. فالاس اس دي شغال وكله زي الفل، بس هو خلاص كده ميت. انا كده جبت لك المفيد. طيب نيجي بقى لجزء انا هكلمك شخصي من شخصي انا. تمام. هل انا انصح بهذه الهاردات او بالبناء على صح؟ لا، انا انصح بهذا الاس اس دي او بهذه الانواع من الاس اس دي اللي هي من علي اكسبريس. وباي ذا واي خليني اجيب لك الاس اس دي دوت من علي اكسبريس. تمام. هيجي لك 5000 شكل ليه. تمام. زي ما انت شايف كل الهاردات دي هي نفس الفكره، كلهم نفس الشركه دي، كينج سبيك هي نفس الشركه دي، كلهم شركه صيني. تمام. هي نفس الشركه، يعني مفيش حاجه جديد فيها. طيب هل انا انصح ان انت تشتري الهاردات دي بالسعر دوت؟ بصراحه لا. ليه يا معلم؟ انت تشتريها في حاله واحده بس، لو انت عايز هارد اس اس دي سعره كويس. تمام. هتحط عليه داتا انت متوقع ان انت تقوم او تشغل الهارد ده في مره تلاقي الداتا دي اتبخرت. ده اللي انا بقول لك تشتريه عشان. فانا ما انصحش ان انت تشتريه نهائي الا لو هتشتريه لحد عايز تعمل فيه مقلب مثلا. تمام. وهذا الحاجه الوحيده اللي انت ممكن تشتريه ليه. فانا ما انصحش ان انت تشتريه. ممكن تضغط على نفسك وال1000 او الفرق ال1000 او فرق ال2000 اللي انت عايز توفرهم ممكن تشتري حاجه موثوق فيها زي سامسونج، زي كينج ستون. الحاجات دي كلها مش هتقول معاك لا. تمام. وتشتريهم من حد معتمد او حد، يعني مثلا خلينا نتكلم عندنا هنا في مصر، تشتريهم من سيجما، تشتريهم من البدر جروب. الناس دي انا مش بعمل لك بروموشن ليهم او مش بعمل بروموشن ليهم، ولكن تشتريهم مع حد اللي انت لو حصلت معاك المشكله دي تقدر ترجع للضمان. تمام. وخلي بالك انا عايز اقول لك على معلومه، الضمان في مصر هو بيستخدم للبيع وليس اللي انت فعلا في ضمان موجود، الا في بعض الحالات، يعني مش كل. ودي حاجه يعني انا بقولها لك بقمه الصراحه، ما تشتريش الهارد دوت نهائي، لان انا حاولت اصلحه. تمام. وحاولت ان انا اعمله فريم وير، وانا كنت بصلح الفلاشات، فهي نفس الفكره. الطريقه اللي انت بتصلح بيها الفلاشات هي الطريقه اللي انت بتصلح بيها الاس اس دي، بشرط ان يبقى الايرور اللي حصل فيها او المشكله اللي حصلت فيه من الشبايه او الفريم وير ذات نفسه. ودي بتحصل في حاله واحده بس، ان هو يجيب لك نو ميديا، ودي بتشوفها في بعض الاس اس دي. تمام. فدي ببساطه جدا اللي انا بكلمك فيه، عشان انا طولت عليك جدا في الفيديو دوت. ببساطه جدا اوعى تشتري هاردات اس اس دي او اس اس دي من علي اكسبريس، هتدفع الثمن غالي. والمقوله الثانيه اللي عايز اقول لك عليها، ان من الاخر افضل دايما اللي انت تشتري هارد نظيف او اس اس دي نظيف. والهاردات دي او الاس اس دي دوت ما ينفعش نهائيا بتاتا اللي انت تسطب عليه النسخه بتاعتك. ليه؟ لان ما فيهوش دي رام كاش، والدي رام كاش مش هتاثر مع المستخدمين العاديين. يعني انت لو مستخدم عادي اللي هو انت عايز بس لابتوب يبقى سريع كده ومش عايز اي حاجه، تمام، مش هقول معاك لا. ولكن لو هتعمل ريندر او هتعمل مثلا او تتعامل مع فايلات كتير صغيره، لا هتلاحظ فرق كبير جدا جدا جدا. تمام. ونسيت اعمل لكم تيست عن سرعه الاس اس دي دوت صحيح. تمام. طبعا ده برنامج مشهور مش محتاج ان انا اتكلم عنه. خلينا نختار الور رام بالشكل دوت كده 1 جيجا. تمام. خلينا نعمل 5 جيجا مثلا، وبعد كده ستارت. تمام. فسرعته مقبوله، ولكن الكارثه اللي هتقابلها تاني، وزي ما انا قلت لك في الفايلات الصغيره، هي ال4K. هتلاقي سرعته في ال4K اسبل ما يكون. ولكن خلينا بس نخلص السيكونس عادي جدا. تعال بقى لسرعه ال4K عزيزي المشاهد. تعال لسرعه ال4K. نام جنب الهارد، نام حرفيا. بص عايزك كده تنام تمدد. مفيش. سرعه ال4K هتلاقيها متدمره في الهاردات دي او في الاس اس دي دوت. تمام. 37 ميجا بايت باي سكند. انت حرفيا بتنقل على فلاشه، يعني دي فلاشه يو اس بي 3 متوصله في الجهاز وانت بتنقل داتا عليه. بس ده اللي انا اقدر اقوله لك. تمام. فسرعه زباله حرفيا. تمام. مش هتلاقي سرعه في ال4K نهائي، وده برضه من عيوب الهاردات دي او الاس دي او الاس اس دي دوت.
تمام. مفيش 37 ميجا و8 من 10، التاني ما عديش ال 37 ميجا ونص. فانت انا مش هكمل التيست يعني، انت فهمت نقطه نظري تمام. فالفكره كلها ان انت هتلاقي سرعته في الفايلات الصغيره زباله تمام. فده برضو من عيوب الاس اس دي دوت. لو بعد ده كله عايز تشتريه برضو مني ليك نصيحه مني ليك، ما تسطبش عليه نسخه تمام، ما تحطش عليه فايلات مهمه، لاني بجد مش بهزر ممكن تفتحه يعني انت ما عملتش حاجه تلاقي الاس اس دي مات تمام لوحده بدون مقدمات بدون اسباب، لان الخامات مستهلكه. فاي حاجه كده ولا كده هتلاقي الاس اس دي دوت مات معاك او روح معاك تمام. فببساطه جدا يكون معانا دوت الاس اس دي تمام. وبكده نكون وصلنا لنهايه الحلقه بتاعتنا. ونصيحه مني يا عزيزي المشاهد، ما تشتريش الحاجات من علي اكسبريس الا وانت عارف انت داخل على ايه تمام. مش كل الحاجات اللي على علي اكسبريس وحشه، ولكن في بعض الحاجات اللي ممكن تغريك وهي في الحقيقه مش عايز اقول اللفظ ولكن انت عارف اللفظ تمام. اجلت الفيديو ده لوقت كتير جدا، كان عندي امل ان انا ممكن اصلحه او هي تبقى مشكله فريم وير، ولكن في الحقيقه ما طلعتش في مشكله فريم وير، لاني قريت في بعض الاماكن او بعض المقالات كمان ان دوت بيبقى سبب الحاجات دي بتبقى معاد مستخدمها، او القطع بتاعه او الشيبات او الحاجات اللي هي معمول منها الاس اس دي بيبقى معاد استخدامها، فبتبقى سيئه جدا والكواليتي بتاعتها بتبقى زباله. والحاجه اللي هصدمك بيها ان الصينيين او الناس اللي في الصين ذات نفسهم عارفين الحوار دوت، ما بيشتروش الحاجات دي الا في الشديد القوي، او بالمعنى الاصح ان انت البادجت معاك خربانه جدا. ولكن احنا هنا في مصر يعتبر سعرها قريب جدا لسعر الهاردات او الاس اس دي العاديه. انا عمال اغلط اقول هاردات على فكره، ما علينا اعتبروها هاردات يعني هي قريبه جدا من سعر الاس اس دي العاديه او اللي هي موجوده في مصر من اماكن محترمه او هي ماركات او الماركات المعروفه تمام. فببساطه جدا يعني ما تستخسرش في حاجه زي كده، لان هي هتعيش معاك عمر يعني تمام. يعني ما تفكرش في الجنيه اللي انت هتدفع فيه دلوقتي، لا فكر ان الجنيه اللي هتدفعه دلوقتي هيستثمر معاك 5 سنين قدام او 6 سنين قدام تمام. نكون وصلنا لنهايه الحلقه بتاعتنا. ما تنساش تقولي في الكومنتات انت معاك هاردات او اس اس دي من هذا النوع ولا لا، وشغال معاك زي الفل ولا لا. وما تنساش برضو تعمل لايك وسبسكرايب للقناه وشير الفيديو دوت لصاحبك اللي بيفكر يشتري اس اس دي من علي اكسبريس، وقول له اوعى تتجنن وتعمل كده هتلبس في الحيط يا زميلي تمام. فما تنساش السبسكرايب واللايك الجميل عشان احنا طولنا جدا في الفيديو دوت.